شبكة عيون نت تقدم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد القهار، مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، عالم الجهر والأسرار، أيقظ من شاء من عباده وزهدهم في هذه الدار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، رغب عن هذه الدار وفر إلى العزيز الغفار، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، أجارني الله وإياكم من البدع والضلالات. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام في الله، لازلنا مع الأخلاق، نعيش وإياكم في هذه الدقائق المعدودة مع خلق عظيم، مع خلق من أخلاق العظماء ومن أخلاق المسلمين، من اتصف به اطمأن قلبه وهدأت نفسه، وسلم ماله من الحرام. من اتصف به وقاه الله عز وجل الجشع والطمع. من اتصف بهذا الخلق عاش سعيدا، لا يحمل في قلبه الغل والحقد والشحناء والضغناء، لأن من اتصف بهذا الخلق تجد قلبه مليء بالضغائن والشحناء والبغضاء والحسد. نعيش مع خلق يحتاجه الغني والفقير، لأن البعض يظن على أن هذا الخلق لا يحتاجه إلا الفقير فقط، بل يحتاجه الغني قبل الفقير. إنه خلق القناعة. القناعة طريق السعادة. من أراد السعادة فليتخلق بهذا الخلق. القناعة، قد يسأل سائل ويقول: ما القناعة؟ القناعة هو الرضا بما قسم الله عز وجل. القناعة أن تكتفي بالحلال عن الحرام. قلبك راض بما رزقه الله عز وجل وبما أعطاه الله عز وجل لك، كثيرا كان أو قليلا. ولهذا إخواني الكرام،
هذه القناعة كما ذكرنا يحتاجها الغني قبل الفقير، فقناعة الغني أن يكون شاكر لله، شاكرا على ما أعطاه الله عز وجل من النعم، يحمد ربه بالليل والنهار ويكتفي بالحلال عن الحرام، وأن تكون الدنيا في يده. هذه قناعة الغني، أن تكون الدنيا في يده والآخرة في قلبه، لأن الدنيا إذا تربعت في قلب الإنسان آثر الدنيا على الآخرة. فالزاهد ليس من كان فقيرا في هذه الحياة، الزاهد قد يكون غنيا، قد تكون عنده المليارات وهو زاهد، زاهد عن الدنيا، يسخر ماله في طاعة الله، لا تلهيه هذه الدنيا وهذا المال عن طاعة الله وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. فقناعة الغني الشكر والرضا بما أعطاه، وقناعة الفقير أن يستسلم لأمر الله سبحانه، وأن يقتنع بما آتاه الله عز وجل له، وأن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن لا يتسخط أبدا، وأن لا يجزع، لأن رزقك مقسوم. فالقناعة معاشر المسلمين طريق الفلاح، طريق الفلاح. لا يمكن إنسان أن يفلح وهو ليس قنوع، لأن الذي لا يقنع بما أعطاه الله عز وجل تجده يبحث عن المال من حلال أو من حرام، يكد بالليل والنهار، يتعب فلا يجد الراحة ولا يجد السعادة ولا يجد الطمأنينة. ولهذا في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح من رزق كفافا، قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله عز وجل بما آتاه، قنعه الله عز وجل بما آتاه، مقتنع بما آتاه الله عز وجل. فالقناعة طريق السعادة والفلاح. بل إن الله عز وجل بين في آية وهو يبين على أن القناعة هي الحياة الطيبة، هي السعادة. قال الله عز وجل في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من ضمن معاني كلمة الحياة الطيبة فلنحيينه حياة طيبة، قال بعض المفسرين: الحياة الطيبة القناعة، القناعة. فلنحيينه حياة طيبة، لأن كما قلنا القانع خلاص مرتاح البال، هادئ النفس. لكن الإنسان الذي لا يقنع لو عنده المليارات تجده ينظر إلى جاره ولا ينظر إلى أخيه المسلم إذا فتح الله عليه، عيونه تجده يعني مفتوحة إلى جاره أو إلى صاحبه، مع أنه رزقه الله عز وجل أموال كثيرة، لكنه تجده لأنه لم يقتنع ولم يرضى بما قسم الله له يحمل الحسد والبغضاء والشحناء. كما قال أحد الدعاة إلى الله عز وجل، قال: تجده يحمل الحسد والغل والحقد في قلبه، وثلاجاتهم مملوءة وجيوبهم مملوءة وبطونهم مملوءة بكل شيء، ومع هذا يحمل الغل والحقد والحسد على أخيه المسلم. فلا بد أن نقتنع بما آتانا الله سبحانه وتعالى، وأن نرضى بقضاء الله وبما قسم سبحانه وتعالى. من أراد طلب الغنى فليطلبه بالقناعة. تريد الغنى اطلبه بالقناعة. ولهذا في الحديث قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني المال، ليس الغنى عن كثرة العرض، قال: ولكن الغنى غنى النفس، غنى النفس. بل في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي وعد 5. أخذ بيدي فعد 5. قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. اسمعوا إلى هذه الكلمات واحفظوها. النبي يعلم أبو هريرة ويقول له: علم غيرك. قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك المسلم كما تحب لنفسك، ولا تكثر الضحك فإن الضحك يميت القلب. ولا تكثر الضحك فإن الضحك يميت القلب. من أراد العزة والرفعة والمكان بين المسلمين في الدنيا والمكان العظيمة عند الله سبحانه فليرضى بالقناعة، فليقنع. قال عليه الصلاة والسلام وهو يحدثنا بوصية أوصاه جبريل، وهي وصية لنا، النبي لا يحتاجها لأن الرسول قد زهد عن الدنيا عليه الصلاة والسلام. يأتي عمر والرسول صلى الله عليه وسلم نائم على حصير، وقد الحصير أثر على جنبه وهو خير خلق الله، زهد. قال: يا رسول الله، يبكي عمر، أنت من أنت؟ وأنت خيرة خلق الله، وأنت صفوة خلق الله، وأنت تنام على الحصير، وكسرى وقيصر عندهم قصور، يعني أنت أولى. قال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا؟ فمن أراد الرفعة والمكان في الدنيا والآخرة فليتخلق بخلق القناعة. فجبريل أوصى النبي، وهي وصية لنا، النبي لا يحتاجها. قال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. عزه، وأن عزه، يكون عزيز الإنسان عندما يستغني عن الناس. لا تجده كثير السؤال ويطلب من الناس بالليل والنهار. وإن عزه استغناءه عن الناس، عندما يستغني المسلم عن الناس ويرضى بما قسم الله عز وجل يكون محبوب بين الناس ومحبوب. ولهذا من أراد أن يحبه الله وأن يحبه الناس فليتخلق بخلق القناعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة عندما قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. هل هناك أعظم من أن يحبك الله؟ هل هناك أعظم شيء أعظم من هذا؟ أن الله يحبك ويضع لك القبول بين المسلمين بين الناس. هذه أعظم جائزة وأعظم فوز. قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إخواني الكرام، قد يقول قائل ويسأل: أنا أريد أن أتخلق بهذا الخلق، كيف أتخلق به؟ كيف أتخلق بخلق القناعة؟ لأن هذا الخلق
خلق عظيم، ومن تخلق به نال منزلة عظيمة ورفعة ومكانة أولا عند الله سبحانه ثم عند الناس جميعا. أولا من أراد أن يرزق هذا الخلق، خلق القناعة، لا بد أن يرضى بقسم الله وبما أعطاه الله، وليعلم علما يقينيا على أن الرزق من عند الله وحده، من عند الله وحده، فأنه هو الرزاق جل جلاله سبحانه. ولهذا في حديث يشفي قلوبنا يا إخواني، حديث عظيم يجعل المسلم يعيش في سعادة، في اطمئنان، في مكانة. حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام: لو أن ابن آدم هرب من موته أو هرب من رزقه كما يهرب من الموت، لأننا لا نحب الموت، لا نريد أن نموت سريعا. هل منا واحد يريد أن يموت؟ لا أحد يريد. ولهذا نحاول قدر الاستطاعة أن نبحث، نذهب إلى المستشفيات، نذهب إلى أي شيء، وممكن نخسر الملايين من أجل أن نعيش وأن في صحة وعافية وسعادة في هذه الحياة. ولهذا في الحديث قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت قال لأدركه رزقه كما يدركه الموت. إذن فالله عز وجل هو الرزاق، وهو قد تكفل سبحانه، فما علينا إلا أن نبذل ما استطعنا من الأسباب. كذلك إخواني الكرام، يقول أحد السلف الصالح: هناك آيات في القرآن قال إذا قرأتها بالليل لم أبالي على أي شيء أمسي، يعني أحس بسعادة، لا أبالي بشيء في الليل. وإذا قرأتها بالنهار لا أبالي على أي شيء، أكون مرتاح أو غير مرتاح، المهم أحس بسعادة بالليل والنهار إذا قرأت هذه الآيات. قال من ضمن هذه الآيات قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إي وربي والله لن يستطيع أحد إذا أراد الله أن يفتح عليك فتوح العارفين وأن يرزقك، والله لو اجتمع الجن والإنس على أن يضيقوا وأن يأخذوا هذا الرزق لن يستطيعوا أبدا. هذا هو القرآن. هذه الآيات تجعلنا نتخلق بهذا الخلق ونعيش بسعادة، ولا نحمل في قلوبنا الغل والحسد والبغضاء لإخواننا المسلمين، نقتنع بما آتانا الله سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة. تجد بعض الناس إذا رزق الله شخص من الأشخاص أو جهة يقول لك: كيف حصل هذا الرجل على هذا المال؟ والله أني أعرفه جالس في مكان كذا، ولا يعني ما عنده شركات ولا شيء. طيب يا أخي، الله عز وجل رزقه، الله فلان يعني أعطاه هدية ولا فلان، بس لا تريد أن تكون صاحب مال إلا أنت، لا تريد الآخرين أن يرزقهم الله. لأنه بعض الناس يقول لك: يا أخي ليش؟ لماذا هذا حصل؟ جالس هكذا وأنا أتعب ليل ونهار وعندي الحمد لله، وهذا يعني بعشية وضحاها فتح الله عليه. من وين؟ إذن هذا. ويأتي الشك ويقول لك: هذا والله أخذ المال الحرام وفعل. لماذا يا أخي تدخل في أعراض المسلمين وتتحدث؟ يا أخي الله يرزقه، رزق الله عز وجل كما رزقك، يرزق الله عز وجل. قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولهذا قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال سبحانه: وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وقال سبحانه: قال سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال هذه الآيات الأربع إذا قرأتهن لا أبالي في المساء لا أبالي على ما أمسي، وإذا قرأتهن في الصباح لا أبالي على ما أصبح. يقرأ هذه الآيات فيجد السعادة في قلبه. إذن كيف أعيش وكيف أتخلق بهذا الخلق؟ اعلم أخي المسلم علما يقينيا
على أن الله عز وجل قد قسم الأرزاق بين المسلمين لحكمة يعلمها الله. هناك غني وهناك فقير. الحكمة من ضمن الحكم هذه تسخير بعضنا لبعض. يعني لو كان الناس كلهم في هذه الأرض أغنياء، من سيحفر المجاري، من سيبني القصور، من سيصلح الطرق، من كل واحد يستغني ويقول أنا الحمد لله فتح الله علي ولا أريد شيء. فالله عز وجل قسم الأرزاق بين الناس وجعل هذا غني وهذا فقير لحكمة يريدها سبحانه وتعالى جل جلاله. ولهذا قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا رفعنا بعضهم فوق بعض؟ أي في الرزق درجات. قال: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني كل واحد يسخر للآخر. وفي الأخير هذا أعظم جاي، قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون. ورحمة ربك خير مما رحمة الله للجميع بإذن الله سبحانه للمؤمنين الصالحين. هذه الدنيا فانية، يقسم الأرزاق، وفي الآخر قال الله: ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذا أردنا أن نقنع بما آتانا الله لابد أن نقتصد، ولا بد أن نتصف بصفات عباد الرحمن كما قال الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لأن الإنسان الذي يسرف في الأخير سيفلس، في الأخير سيحسد إخوانه المسلمين، في الأخير سيبحث عن الحرام فلا يقتنع. ولهذا حتى يدوم لك هذا المال وتطمئن فلا تحسد أحدا، لا تسرف ولا تكن بخيلا. قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا. ولهذا قال سبحانه في سورة أخرى، قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كناية إلى الشدة والبخل، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذه بعض الوسائل والطرق التي تجعلنا نتخلق بخلق القناعة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا القناعة، ونسأله سبحانه ألا يجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت ولي مولاها. اللهم أصلحنا وأصلح شباب المسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح نساء المسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح بنات المسلمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويذل فيه أعداء دينك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. اللهم امن على إخواننا المستضعفين والمضطهدين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان. اللهم امن عليهم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. يا عزيز يا جبار يا قوي يا قهار. اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم عليك بالطغاة المجرمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا من أنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة العالمين حيث أمركم فقال ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بثلاث فقوموا بها وينهى عن ثلاث فاجتنبوها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، اشكروه على نعمه يزدكم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.